السلام عليكم، ازيكم يا بطويتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم وفيديو جديد بقى. روتين النهاردة كده فوق السطوح، المكان المفضل ليا وكلكم عارفين. انا بحب اطلع فوق السطح جدا 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 جدا، يعني قولوا من هنا لبكرة. طلعت بقى وولعت الفحم كده على الشواية بتاعتي. الشواية دي انا مش بنيها مخصوص، دي مكان العمود. فمتفرغة من جوه وملينها كده رمل وحاجات، وحاطين بقى الفحم عليها زي ما انتوا شايفين. هي معمولة كده بقى فمريحاني بصراحة. كان عندي بطاطا غسلاها من بالليل، حطيتها كده تتشوي على الفحم، والاولاد كانوا عايزين يفطروا. كنا لسه يعني قبل صلاة الجمعة. فقلت ايه، لوجا هي بتسلم عليكم، بوريكم السطح عامل ازاي. بس هما بقى كانوا بيلعبوا، وانا قلت اعمل لهم اندومي كده ياكلوه مع البطاطا المشوية دي، وبعد كده ابتدي بقى في الاكل. اليوم ده كنت عمالة افكر اعمل ايه. وكعادتنا لازم نهلك دماغنا، فهنعمل ايه بكرة، هناكل ايه النهاردة، هنعمل ايه بكرة. بس فاقترحت كده ان انا ايه هعمل مكرونه بشاميل، وانا عندي احمد ابني بيحبها جدا، فقلت خلاص انا هعملها على الفحم من اولها لاخرها، ولا هدخلها فرن ولا احطها تحت شوايه ولا اي حاجه. بس هتشوفوا بقى في اخر الفيديو ايه اللي حصل وايه اللي جرى. وهتشوفوا المفاجاه في اخر الفيديو. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر. روتين كده لذيذ ويوم حلو بصراحه. اعملوا لايكات، شجعوني، ادعموني شويه يا اخواتي والنبي. القناه هتضيع مني يا اخواتي. بس هنا بقى كنت ايه، لسه بقى انا ما اكلتش حاجه ولا فطرت ولا كده. الاولاد قعدوا ياكلوا اهو، وانا عملت ليا كوبايه نسكافيه. نسكافيه مصري، والله مصري يا جدعان. عايزه اقول لكم ان النسكافيه طلع طعمه حلو. انا كنت خايفه هبقى احط لكم صورته. انا مصورتوش بصراحه، بس انا هبقى اكتب لكم اسمه يعني. هنا بقى جايبه ايه، اعفن طاسه عندي، والله. بصوا يا جماعه، هي ما فيهاش اي حاجه، هي بس محروقه مني، فاهمين؟ انما هي الطاسه نظيفه، هي نظيفه وانا غسلاها، بس اتحرقت مني يعني. فانا قلت ايه، هشتري لها كده من واحده صاحبتي بتبيع منتجات اكواي. فهشتري لها المعجون ده، وهنضف بقى الحاجات اللي عندي زي حاجات محروقه، حاجه زي بتاع دي الكنكه دي اللي على الفحم. بس كده. نزلت بقى بالسمنة بتاعتي وحطيت اللحمة وفضلت اشوحها كده، والبطاطا هي بتتشوي. الجو كان تحفة تحفة تحفة، كان هوا جامد والتليفون عمال يطير مني، بس الجو كان حلو. بعد اللحمة ما اتشوحت شوية، رحت نزلت بالبصل متقطع عندي، وكنت مقطعة كمان جزر. لو عندك فلفل قطع عليها، لو عندك طماطم قطع عليها. بصوا، بتخلي اللحمة تحفة، او بتخلي صينية البشاميل كلها عموما مميزة. بس فضلت اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى الفحم برضو البطاطا، وعلى الفحم برضو المية علشان اعمل كوباية نسكافيه. حطيت ملح وحطيت كزبرة وحطيت مرقة، مزودتش اي توابل تاني خالص. الاولاد بقى كانوا مستمتعين جدا وعمالين يلعبوا، والسطح عندي نضيف وكل حاجة جميلة. هنا بقى نزلت بباقي الجزر. عايزه اقول لكم ان بصوا، قعدة السطح دي لا يعلى عليها، بجد لا يعلى عليها. جربوها لو عندكم سطح كده، جربوها هتحسوا بفرق جامد. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو، اعملي لايك وكومنت عشان ابقى عارفاكي، علشان هدلعكم. كل المتابعين هيتدلعوا، وحياة امي لدلعكم. قريب ان شاء الله هعمل لكم. احرق المفاجأة ولا بلاش؟ طيب عشان انتوا غاليين عليا، انا هقول لكم قريب ان شاء الله هعمل الاكتر واحد او اكتر واحدة يعني متابعاني ومتابعة فيديوهاتي اول ما بنزلها وبتعمل لايك وكومنت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني ربنا يا رب يديني الصحة كده. هعمل لها مفاجأة. المفاجأة دي هتبقى عبارة عن أكلة من كنت أنا بعملها في الشغل بتاعي الأونلاين، وإن شاء الله هوصلها لها لحد البيت. طبعا انتوا عارفين ايه هي الاكله، بس انا مش هحرق يعني المفاجاه كلها يعني.
بس هنا بقى بعد ما شوحت اللحمة مع البصل مع الجزر حطيت كده طماطم، طماطم مضروبة ومتصفية عادي، وحطيتها على اللحمة علشان تكمل سوى اللحمة وسوى الخضار، واللحمة ما تبقاش زي الايه، يعني ممكن احط مية، بس المية هتخليها زي المسلوقة، لو شوربة هتخليها زي المسلوقة، فلازم تحطي طماطم علشان تديها زي تسبيكة كده. هنا بقى كنت بعمل كوباية نسكافيه مصري اصيل يا ولادي، اصيل يا ولادي، والله انا كنت خايفة من طعمه جدا، بس لقيت طعمه حلو في الاخر. هنا بقى بعد ما صبيت النسكافيه حطيت البشاميل، اعمل يعني البشاميل وكده، فجبت برضو يا ولاد عفن حلة عندي علشان الفحم ما يبوظليش الحلال النضيفة. حطيت زبدة، وحطيت دقيق وشوحتهم، وبعدين نزلت باللبن. عايزه اقول لكم ان انا هزود كمان الحله لبن تاني دلوقتي لما لقيت اللبن ده قليل معايا، فانا بحب البشاميل اللي تبقى مليانه كده لبن، فزودت اللبن يا اخواتي وقعدت اقلب فيه بقى علشان يتقل معايا. هنا الناحيه التانية بحوش البطاطا، محدش ياخد باله من البيجامه اللي انا لابساها ويقولوا لي هو انت لابسه خمار وحاطه النقاب على البيجامه، منبتي يا اخوانا، منبتي وكتاب الله. بس علشان لابسه النقاب، لو حد في عماير ورايا بعيده شويه معرفش هما بيشوفوني ولا لا، بس لو حد طلع البلكونه كده يعني، فاهمين ازاي. هنا بقى بدأت ان انا كل شويه اقلب في البشاميل كده لحد ما يتقل، وانا بحب البشاميل مش تقيل، ما بتقلوش خالص، فاهمين ازاي، بسيبه برضو زي عجينه الكريب كده، مش زي البان كيك اللي هو تقيل، لا بطفي عليه وهو زي عجينة الكريب اللي هو سايل خالص، مش زي الكيكة برضو، لا سايلة سايل سايل، يعني انا هوريكم شكله دلوقتي. بس بقى مش عايزة اقول لكم ريحة الفحم عاملة ازاي، والدنيا لطيفة والجو جميل. الجو جميل. هنا بدأ يتقل معايا شوية، هو اخد وقت مني شوية علشان الفحم كان مش عارفة، مش مقربة الحلة قوي، الفحم كان عايز يزيد بقى في اللحظة دي شوية، مش عارفة، بس هو كان خلاص قرب يستوي مني، فجبت بقى الصينية بتاعتي، حطيت فيها المكرونة، انا كنت سلقاها، وحطيت اللحمة، وكنت عاملة بقى كوباية قهوة. الناس اللي عارفاني عارفة ان انا مدمنة منبهات، والله مش باكل المنبه، لأ، بشرب نسكافيه، بشرب قهوة كتير، بشرب شاي، فتلاقيني كل ما انا قاعدة كده او واقفة او بشتغل او بعمل اي حاجة كوباية القهوة والنسكافيه في ايدي. بقى انا مش من انصار الطبقات خالص في البشاميل، انا بحط المكرونة وبحط معاها اللحمة وبقلبهم مع بعض وبنزل بالبشاميل من فوق، ولو عندي جبنة موتزاريلا او ميكس جبن بحط على الوش، ولا بحط بيض بقى ولا بحط حاجة. تمام يا اخواتي، غطيتها كده يا اخواتي، لان احنا اتفقنا في اول الفيديو ان انا مش هنزلها الفرن، انا هعملها من الاول للاخر فوق، فغطيتها ورحت بقى حاطه الفحم من فوق ومن تحت علشان تستوي ووشها من فوق يحمر. عايزه اقولك ان الخطوه دي حلوه جدا ونجحت معايا جدا، بس خدت وقت مني جدا جدا. انا متعوده تحت او معوده اولادي ان البشاميل مش بياخد مني وقت خالص، بحطه في الفرن، هو كده كده اوريدي كل حاجه مستويه، فانتي هتحطيه الفرن مش هيكمل معاكي 5 دقايق، فاهمين ازاي. بس بنحمر الوش كده تحت الشوايه وشكرا. هنا بقى سبتها مع نفسها وقعدت شربت القهوه، وبعدين بعد ما استوت رحت سخنت بقى، كان عندي شويه سبانخ وشويه كوسة باللحمة، وسخنت عيش، وده كان شكلها يا ولاد بعد ما استوت. عايزة اقول لكم الطريقة ناجحة جدا، بس هتاخد منك وقت كبير، عارفين وقت كبير ممكن يدخل في نص ساعة علشان تحمري وشها. طبعا انا كنت مصوراكم وانا بقطعها من الاول، بس انتوا خلاص اتعودتوا عليا ان انا بنسى افتح الكاميرا، فعادي اعتبروا ان انتوا لسه شايفينها وهي بتتقطع. بس وده بقى كان شكلها يا ولاد، وطعمها كان تحفة جدا، وطعم الفحم وريحة الفحم فيها وفي الاكل. هنا بقى لازم احبس بعد الاكل، طبعا برضو البيبسي يا ولاد كان عندنا يا ولاد في المحل، ما اشتريناهوش والله. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.